تعرفي صوت ولا لا. مساء الخير يا فندم، اهلا بيك انت على الهواء مباشره في برنامج 90 دقيقه، اتفضل. مساء الخير يا معتز. مساء الخير. على طول انتوا بتعرفوا على بعض على طول. حلمي مساء الفل، وشكرا على وجودك، وانت نورت الاتصال الهاتفي. ميرسي يا معتز، انتوا اللي منورين البرنامج والله، وانت منور البرنامج، احنا عارف احنا عشره قديمه. ده احنا حبايب من زمان، وانت يعني عايز اقول لك انا دلوقتي اصبحت من اشد المعجبين بيك كمان يعني. ربنا يخليك، من ايام الشقه المتر في متر كده ولا ايه؟ دي على النت دلوقتي في كل حته بقت كلاسيك دي خلاص. طيب واخبار احكي يا شهرزاد ايه؟ عايزين نعرف رايك الفني فيه. والله انا من الناس اللي بيحبوا قوي 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 الافلام اللي بتتكلم عن المشاعر عموما او بتتكلم عن البني ادمين. فالفيلم ده فيه جرعه كلام عن البني ادمين بغض النظر عن الفساد او عن اللمحه السياسيه اللي فيه، كون الراجل كان وزير او مش عارف ايه. الفيلم فيه عمق كده انساني فظيع عامله الاستاذ وحيد حامد بشكل تحت الجلد كده، عارف؟ صحيح. مش مباشر ومهوش صريح ومهوش صارخ، بيتكلم عن انماط موجوده في المجتمع. كمان الاستاذ يسري نصر الله قدم الحكايه دي بشكل من غير ما عارف، احيانا يعني في حكايات تشت منك كده او ما تبقاش فاهمها او تبقى مش عارف هو المخرج عايز يوصل ايه. الادوات سهله جدا 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 وواصله بشكل صريح ومباشر وغير مباشر، ودي من اصعب الحاجات اللي الواحد بيشوفها، انك ازاي توصل حاجه من غير ما تقولها. يعني ازاي ما تبقاش بشكل جورنال او بشكل نشره اخبار او الفيلم. شفتوا الفيلم مع بعض؟ انتوا دخلتوا العرض الخاص ولا عملتوا ايه؟ لا هو الحقيقه انا ما رحتش العرض الخاص، انا كان في عرض صغير كده كانوا هم عاملينه قبل العرض الخاص لحاجه يعني في الفيلم. فاستاذ يسري قال لي ما تيجي تتفرج معانا، ومنى قالت لي، فرحت الحقيقه اتفرجت. ما رحتش عرض خاص، كان عندي شغل، وبعدين عشان كنت انا حالق شعري في الفيلم اللي انا بعمله حلقه. الف مبروك. بالظبط. فالحقيقه ما كنتش عايز اروح عشان يعني بمنتهى الصراحه والامانه ما كنتش عايز احرق اللوك ده. تمام. لا مفهوم. طب ايه اكتر حاجه قلتها لمنى بعد الفيلم؟ قلت لها مبروك، فيلم حلو قوي وهو قوي جدا، عشان هي كان بقالها شويه ما اشتغلتش، كان بقالها سنه ونص سنتين. اعتقد انه اي فيلم من تاليف وحيد حامد واخراج يسري نصر الله الواحد يشتغله من غير ما يقراه. يعني مش عايز ابقى مبالغ قوي، ولكن معاك قطبين هم اهم قطبين في اي عمل سينمائي او في اي فيلم، المؤلف والمخرج. بعد كده تغمض عينك وتشتغل، تسمع الكلام وتشتغل. فدي كانت برضو فرصه قويه جدا، ومن اول ما جالها الفيلم هي زقطت جدا وفرحت قوي، قالت يعني حتى من غير ما ابص انا اكيد هيبقى فيلم حلو قوي قوي. انت عارف انا مبسوط جدا انك انت بتتكلم النهارده، لانه كلامك على الهوا مع منى بيقطع اي اشاعات اتقالت على ان الفيلم ده عمل ما بينكم مشكله. لا هو مش الفيلم بس، ما هو حاجات كتير بتتقال والله يا معتز، مش الفيلم بس يعني، فاهم؟ حاجات كتير بتتقال وبتاع ومالهاش لازمه، بس اهو يعني الواحد بيرميها ورا ظهره. لانه وبعدين عايز اقول لك حاجه، ده 90% من الحاجات دي احنا ما بنعرفهاش. يعني انا بتفاجئ بيها مثلا من تليفون من امي، من حماتي، هو انتوا مش عارف احنا هنا اهو ما رحناش يعني مثلا طلعنا حجينا السنه اللي فاتت. دي حاجه جميله يا ريت تتكرر يعني، بس ما كناش حاجين، احنا حجينا من 3 سنين. طب ده حاجه جميله جدا. الاشاعات بس مش اشاعات سيئه، يعني طلع اشاعات ان احنا طلعنا حجينا واحنا ما حجيناش، احنا حجينا من 3 سنين. انتوا السنه اللي فاتت ما حجيتوش؟ لا بس طلعت ان انتوا حجيتوا. طب بس ده حاجه جميله، حاجه ظريفه. الاشاعات اللي كانت حصلت كانت منى راحت لدكتور السنان وكان ضرسها وارم، فكان مورم لها خدها كده. وكان قبليها على طول طالع اشاعه ان انا ضربتها بوشها في سن ترابيزه السفره. يا نهار ابيض. يعني تقريبا كان حد قاعد معانا في البيت اللي طلع الاشاعه دي. انت صعبان على انت هتلاقيها منين ولا منين؟ هبقى 100% ضرب. لو حلفت 100 يمين ان ضرسك وجهك ما حدش هيصدقك. فوالله العظيم اضطرت فعلا تقعد يومين 3 كده في البيت لغايه ما الورم يروح، والا كانت هتبقى الاشاعه دي حقيقيه، فاهم؟ بالظبط. على كل حال زي ما بيقولوا يعني ضريبه الشهره هتعمل ايه؟ ما هو انت شخصيه عامه، منى زكي شخصيه عامه. والله بص، هو انا نفسي يا معتز بس يعني الناس تركز في حاجات مفيده. طبعا. نفسي الناس تشتغل. صحيح. بجد، ونفسي الناس تحب اللي بتشتغله. حتى لو بياخد فيه اي كلام. يعني لو بياخد اي كلام، لانه مش لازم انك تعمل شغلانه تنتظر منها مقابل كبير، لان ممكن المقابل بيجي لك من حته ثانيه خالص.
مظبوط 100%. بس هو المقابل دايما بيبقى على الاخلاص، ما بيبقاش يعني انت دلوقتي هو اخلص في اللي انت بتعمله ده، ممكن تلاقي المقابل جايلك من حته ثانيه خالص. مفيش شك. الحته اللي الناس للاسف مش عارفاها، اخلص في اللي انت بتعمله جدا وحبه بدون ما تنتظر منه مقابل، لانه هيجي لك مقابل يا منه يا من حته ثانيه. تمام. انا دلوقتي علشان بس اخفف وطأة الموضوع شويه، ما علينا من الشائعات وما علينا من ما يقال عن الكابلز او الازواج والزوجات في الوسط الفني، ده شيء انا عارفه من ايام ما كنت طفل بحكم النشأة. انما تمام. منى لما انت بتصحى الصبح بتشربك وتوكلك ايه؟ اشمعنى؟ عايزين نعرف منى في البيت كست بيت. بص، هو في الغالب احنا ما بنفطرش. يعني احنا في الغالب بنخش على الغداء على طول. حلو قوي. يعني ممكن ايه شويه عصير كده. دليفري ولا في لا شغل؟ يعني في شغل؟ لا ما عندناش دليفري، دي ست بيت شاطره جدا عايز اقول لك، ولما بتعمل اكل يعني بمزاج. الاكل البلدي موجود، والاكل التاني اللي هو بيف استراجانوف والكابا مش عارف ايه برضو شغال يعني، كله حلو جدا في الاكل. يعني انت خبير الطبيخ. اكيد مش مهدداه عشان يقول كده. واستراجانوف حته واحده. ايه ده؟ دفعلي فلوس. لا انا بس عايزه اشاور لليلي لانها كان نفسها تيجي معايا وتقعد ورا الكنبه. هي ليلي دلوقتي قاعده مع احمد بتتفرج. طب ليلي تقدر تتكلم؟ ليلي تقدري تقولي مبروك لماما؟ ممكن تقول تعالي يا ليلي بسرعه. هي اصل هي ايه وهي ماشيه قالت مامي ممكن تقول والله هي دلوقتي كام سنه؟ ايوه يا احمد. قالت لها مامي ممكن تقولي للمخترع انك تشاوري لي، فماما قالت لها مخترع. قصدها المخترع المخرج يعني. هو المخرج ما هو مخترع برضو اكيد، مخترع صوره. طب نفسنا نسمع صوت ليلي على الهواء. ليلي طالعه شبه مين يا احمد؟ هي ميكس. الصبح بتبقى شبهي وبالليل بتبقى شبه منى. فعلا. ده انت كده حطيتنا في خيار صعب جدا. لا يا شكلنا انا هاجيلكوا على الظهر كده عشان اشوف الميكس ده. انا متشكر قوي على اتصالك، والف مبروك ليك على الف مبروك عشان الفيلم الجديد، والف مبروك لمنى كمان على احكي يا شهرزاد. ومتهيألي احمد مديكي دعم كبير بقى جدا، مش كده؟ جدا. انا يعني عمري ربنا رزقني بزوج حقيقي مثالي حقيقي. لاحظت في لهجته ان هو مالوش دعوه بما يكتب والكلام ده والشائعات، يعني راجل عايز اقول لك مكبر دماغه، بيفكر بشكل موضوعي، مش من الرجاله اللي بيعملوا من الحبه قبه يعني. لا لانه هو واثق في نفسه، واثق فيا وعارف ان مفيش حاجه غلط يعني. مظبوط. وبعدين انتوا الاثنين الحقيقه يعني من غير مجامله انتوا الاثنين قصتي نجاح، فما ينفعش حد يشد التاني لورا. لا خالص، بالعكس بحقيقي هو طول الوقت بيدفعني لقدام وحد بني ادم يجنن يعني حقيقي. ربنا يخليكم لبعض يا منى، انتوا نموذج جميل الحقيقه يعني، وقاعد دلوقتي مع ليلي كأب عمال بيلعبها. يعني عجب لذيذ احمد يعني ما شاء الله عليه يعني. كويس قوي. احنا كنا منتظرين أسرة الفيلم وهم وصلوا دلوقتي يعني كويس. فاحنا عايزين يعني ناخد استراحة صغيرة كده ونرجع نقعد كده قاعدة كاملة، علشان في برضو أسئلة كتيرة بيطرحها الفيلم احكي يا شهرزاد، نفسي كده ندردش فيها لو ما عندكيش مانع. لا طبعا، يا ريت يا ريت. هنكمل مع منى زكي، هبة يونس في فيلم احكي يا شهرزاد، والأستاذ يسري نصر الله وبقية أسرة الفيلم بعد الفاصل مباشرة. نصيحة مني، اوعوا تروحوا في أي حتة.